بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المنتخب المغربي المحلي غدا عنده مقابلة جد صعبة ضد منتخب تنزانيا في ربع نهائي. مقابلة غتكون قوية بالنسبة للمنتخب المغربي، وتكون مقابلة لإثبات الذات بالنسبة للمنتخب المغربي، بحيث أن اللاعبين هادو كاملين يعني اللي جاو في آخر دقيقة، اللي تختاروا يعني أسبوع قبل من ما تبدا المنافسات، واللاعبين يعني اثبتوا في دور المجموعات انه فريق منسجم، فريق عنده ما يقدم، فريق خلق مشاكل كثيره الى المنتخبات اللي لعب معها باستثناء منتخب كينيا. وهذه يعني ايش بنقول كبوة فراس. نتمنى أن المقابلة غدا إن شاء الله تكون في الطريق السليم، ولو أن المنتخب المغربي عنده مشكل في الدفاع، يعني فيه 3 عناصر من الدفاع يعني حيغيبوا على المقابلة، لكن إن شاء الله العوض في الموجودين، ويكونوا يعني بيقدموا أحسن شيء للمنتخب وأحسن شيء للمغرب. دعمكم للمنتخب المغربي، دعمكم للقناة، وإن شاء الله تنتهي مغربية باش نروح خطوة ثانية إلى نصف النهائي. ومن بعد نصف النهائي نتمنى نرجع بالتتويج، لأن المنتخب المغربي هو حامل اللقب ولازم ما يحافظ على اللقب ديالو بأي طريقة. نتمنى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.